بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بوصفة رولي بطاطا على طريقتي. أول حاجة نديروها ندي كيكوطة نتاعي نحط فيها مورسون تاع الدجاج ونضيف عليها البصل ونزيد عليها الزيت ونخليها تتقلى على نار هادية، ونزيد عليها شويه نتاع الزبده ونخليها تقلى تتحمر لي من الجهتين، يتحمر البصل معاها اللي درته من قبل، ثم نضيف عليها الجلبانه نخلطها نخليها تقلى مليح مع الدجاج حتى تشرب العصاره نتاعو، ثم نضيف التوابل. قبل ما نضيف التوابل ضفت الجزر قطع دوائر والثوم والتوابل، درت توابل الدجاج الفلفل الكحل ومغرفه صغيره ملح والمرق مسخون، نضيف عليها مكعب الجامبو دجاج، ثم القرن مقطع مربعات ونغلق عليها ونخليها طيب حتى تحصل على مرقه خضراء وعقده. من جهه اخرى ناخذ 4 حبات بطاطا متوسطين نديرهم في كسرونه نديها الماء ونخليهم يغليو حوالي 10 دقائق، ثم نصفيهم من الماء ونضيف عليهم ماء بارد، ومن بعد نرحيهم في لاراب خشينه، صديق نربيهم في لاراب الخشينه اللي رابوا فيها الزروديه كامل، ونحطهم في ريسيبيون. ناخذ مقلاة نتاعي نحط فيها شويه تاع الزيت وحبه بصل مقطعه كاريات صغار، نخليهم يتقلاو مليح، نزيد معاهم حتى يتحمر البصل، ومن بعدها نحطوا البطاطا نتاعي اللي كنت حطيتها في الريسيبيون هذيك في نفس المقله، نقلي المقله اللي قليت فيها البصل نقلي فيها حبات جزر متوسطين ورابين في الخشين ونقلبهم مليح حتى يتقلاو لي مع شويه زيت طبعا حتى يتقلاو مليح، ثم نضيفهم الى البطاطا بهم بالزيت تاعهم. باه البطاطا تجيني طريه تجيني رولي نورمال نقدر نروليه كيما راكم تشوفوا. نخلطهم مع بعض ونزيد معاهم كيما تشوفوا نخلطهم مع بعض ونزيد عليهم الفرماج ربي وثلاث حبات بيض وزوج ملاعق كبار فارينه، قرصه خماره حوالي ربع ملعقه، شويه فلفل كري وشويه ملح وشويه فلفل كحل، ونخلط زدت مع بعض مليح ونشوف الى تكفيني البيض ولا نزيد حبه. انا كي خلطت جاتني مازالت ناشفه زدت مع البيض وخلط حتى تحصلت على هذا الخليط اللي راكم تشوفوا فيه. ديت سنيوه تاع 30 ل 40 اللي تدخل الفرن، درت عليها بابي كويسون دهنته بالزيت وحطيت عليها البطاطا نتاعي اطاليتها مليح ودخلتها الفرن باش طيب. دوكا نروحو لافاغس نتاع الرولي تاع البطاطا. ديت مقله درت فيها شويه زيت مع حبه بصل مقطعه رقيقه خليتها تقلى مليح، ثم ضفت عليها صدر دجاج مرحي قليتهم مع بعض حتى داو لي تحميره، وزدت عليهم توابل الدجاج فلفل اسود والملح وفلفل عكري والثوم بودره وخليتهم يتقلاو مليح مع بعض، وزدت حطيت عليهم فرماج رابي وطفيت عليهم. دركا نوجدوا لاصوص بيشاميل اللي راح نزيدها للدجاج نتاعي. اول حاجه ديت كسرونه حطيت فيها مغرف ونص نتاع المرغرين ذوبتها وزدت عليها زوج مغارف تاع الفرينه قليتهم مليح مع بعض، بعد زدت عليهم كاس تاع حليب وبقيت نخلط بالمغرف على النار حتى ثقل لي الخليط. نحيته فوق النار وزدت عليه قرصه فلفل قرصه ملح، صديق الملح قرصه اقصى عينك ميزانك الى الدجاج الملحي نتاعي اللي كنت قليته من قبل بهذه الطريقه حتى نتحصل على هذا الخليط. وهذه هي البطاطا نتاعي بعد ما طيبتها ونحيتها من بابي كويسون، قطعها الى 6 مربعات متساويه كما راكم تشوفوا، ونحط على كل مربع حشو الدجاج بالبيشاميل ونروليهم كما راكم تشوفوا، ونربي عليهم الفرماج ونعاود ندخلهم للفرن باش يدوا لي تحميره باش يذوب لي هذاك الفرماج ويتقراتينا. وناخذ صحن التقديم نحط فيه المورسون تاع الدجاج مع الجلبانه ونحط الرولي نتاعي تاع البطاطا بهذه الطريقه. وهذه هي النتيجة النهائية، جات بنينة. نتمنى أنكم رمضان 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 سكون واطمئنان، رمضان 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 سكون